السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وفيديو جديد في قناتكم ملعب الزمالك. فيديو مهم جدا، أخبار حصرية لجمهور الزمالك. الزمالك يحسم الصفقة الأجنبية الأولى. هنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل وأحكي لك الحكاية، ولكن كالعادة قبل ما أحكي لك الحكاية ما تنساش تنزل تخبط لايك الفيديو، اشترك في القناة لو أنت أول مرة تشوفني عشان يصلك كل فيديوهاتنا. سؤال لجمهور الزمالك: ليه بيراميدز ما بيخشش في صفقات الأهلي؟ يعني ليه بيراميدز ما دخلش في صفقه محمد علي بن رمضان؟ ليه بيراميدز ما دخلش مع اكرم توفيق، مع رامي ربيعه؟ ليه بيراميدز ما خطفش زيزو مع انه كان عاوزه هو في الزمالك وعرض عليه في يناير اللي فات مبلغ كبير جدا؟ ليه بيراميدز ما دخلش في اشرف بن شرقي؟ ليه بيراميدز ما بيخشش في اي صفقه الاهلي عاوزها، ومع ان بيراميدز عنده القدره الماليه ان هو ينافس الاهلي في كل الصفقات دي؟ لان ببساطه يا زملكاوي يا ساذج يا اللي بتشجع بيراميدز وفرحان ان بيراميدز هيكسب وانت مش عارف ان ده في ضرر كبير جدا بالنسبه لنادي الزمالك. تمام، قلت لك هنا على القناه ديت خلي مصلحه الزمالك اولا وبعد كده ابقى غيظ الاهلي، مش عشان تغيظ الاهلاويه. عندنا شويه جماهير للاسف عقليتها بقت غريبه جدا، بقينا بنشجع بيراميدز وفرحانين لبيراميدز وبنهلل لبيراميدز كاننا يعني انا خايف بعد 5 سنين الزمالك يبقى مثلا لسه في الفرقه او في الوضع اللي هو فيه حاليا في مع كابتن لاباليبو. تمام، نبقى كلنا بنشجع بيراميدز. فالنهارده بيراميدز هو منافس الزمالك. بيراميدز لو خد دوري الابطال السنه اللي جايه بيراميدز هيعمل ايه؟ ويروح كاس الانتر كونتينال وهيروح دوري الابطال، وكمان بيراميدز هيروح كاس العالم 2029. نادي بيراميدز هو نادي عامل اتفاق مع الاهلي ان هم ما بيخشوش في صفقات بعض، يعني هو اصلا عنده القدره ان هو ينافس الاهلي، ما بينافسش الاهلي. بالعكس، بيراميدز السنه اللي فاتت خد صديق اجويا من الزمالك وخد عبد الرحمن مجدي من الزمالك ورفض يسيب لنا محمود صابر ووداه سموحه وخد مننا اوباما. ماشي، فبيراميدز هو منافس اكثر ضررا للزمالك، وهو مش هياخد مكان الزمالك، مش هياخد مكان الاهلي زي ما انت متخيل. الاهلي محدش يقدر ياخد مكانه، الاهلي دوله كامله بتدعمه. اللي هيضيع مكانه هو الزمالك. الزمالك اللي هيضيع وسط الاطلال دي كلها وسط الفلوس ديت هو الزمالك، لان الزمالك ما عندوش في الوقت الحالي القدره الماليه ان هو ينافس الاهلي وبيراميدز ماليا. مستحيل، الوضع بقى صعب جدا. الاهلي وبيراميدز طاروا راحوا في منطقه بعيده جدا واحنا لسه بنبني. فانت كزملكاوي لازم تهدأ، لازم تعرف مصلحتك فرقتك فين. ما تشجعش يا عم، انت ما بتشجعش غير الزمالك، وانا عن نفسي ما بشجعش غير الزمالك، واتمنى بيراميدز يخسر واتمنى الاهلي يخسر، لان الاثنين يعتبروا هم المنافسين بتوعي. فالنهارده بيراميدز لما ياخد دوري الابطال، بيراميدز النهارده بيلعب بالنهائي لانه عنده فرقه مستقره ماليا وعنده لاعيبه محترمه وهيدعم لسه وهيخش في الصفقات اللي الزمالك عاوزها. يعني مثلا الصفقه المهمه لجمهور الزمالك اللي كل جمهور الزمالك ما فيش عليها خلاف هو عادل بولبين. عادل بولبينا في لحظه ما بعد ما بيراميدز يخلص دوري الابطال، بيراميدز حتى الان ما خلصش اي صفقه ولا دخل في اي صفقه لان بيراميدز مركز في البطولات. بعد يوم 5/6 هتلاقي بيراميدز بيحسم، الفلوس هتكون جاهزه. بيراميدز لما ياخد دوري الابطال اقسم بالله مش هيفرتك اقل من 10 مليون دولار في الصفقات، مش اقل من 10 مليون دولار في الصفقات. بخلاف ان بيراميدز خلال السنين اللي جايه هيبتدي يجهز لكاس العالم 2029. بيراميدز هيبتدي يجهز لكاس العالم 2029. فالنهارده هيلم كل الصفقات اللي في السوق، كل ما لاعب يطلع هتلاقي بيراميدز ياخده منك وانت تفضل شجع بيراميدز في النهايه. وفي النهايه بيراميدز والاهلي اتفقوا على كل حاجه، هو ده المركز الاول وبينافسوا بعض على المركز الثاني، وكمان بيروحوا دوري الابطال وكل سنه الاثنين هيقابلوا بعض في النهائي. والزملكاويه خليهم بقى يشجعوا بيراميدز، وفي ناس منهم متعاطفه جدا مع بيراميدز، ما اعرفش متعاطفين جدا مع بيراميدز ليه. يا عم ما يلعب بيراميدز على الاهلي، يعني خلي مصلحه الزمالك مصلحه الزمالك ان بيراميدز والاهلي يخسروا بطولات عشان يكون عندك فرصه ان انت ترجع. انما طول ما انت سايب الساحه لبيراميدز والاهلي ياخدوا بطولات وياخدوا لعيبه، هترجع امتى؟ يعني انت نفسك ترجع ولا انت ما عندكش طموح؟ ده اللي انا بتمناه من كل جمهور الزمالك، اللي احنا لازم نهدى شويه في موضوع بيراميدز وتشجيع بيراميدز وناس متعاطفه بشكل يعني. لما جيت اتكلمت قلت يا جماعه مش من مصلحه الزمالك ان بيراميدز ياخد دوري الابطال، في ناس زعلت كأن الناس دي بقت بيراميدزويه ولا ما اعرفش مولودين في الاهرامات ولا ايه. فالموضوع بقى غريب جدا، ده لسه اول سنه. امال لو قعدنا مثلا سنتين ثلاثه بنفس الحاله دي هلاقي كل جمهور الزمالك بقى بيشجع بيراميدز؟ الله اعلم. ولكن نتمنى ان الناس العقليه بتاعتها تتغير. مفيش حاجه اسمها انا اتعاطف مع منافس في الدوري عشان بيلعب باسم مصر. مصر نفسها ما بتحبكش، مصر انت كزمالك ما بتحبكش، مش طايقاك، مش عاوزاك في الدوري اصلا. مصر كدوله اللي انت بتقول اصل بيراميدز بيلعب باسم مصر الانتماء الوطني يا عم مصر ما بتحبكش. باسم مصر مين؟ مصر نفسها ما بتحبكش. فبيراميدز بيلعب باسم نفسه، والزمالك بيلعب باسم نفسه، والاهلي بيلعب باسم نفسه، فاي حد بيشارك في اي بطوله افريقيه بيلعب باسم نفسه. فرقه سان داونز بتلعب باسم، ما بتلعبش باسم جنوب افريقيا، بتلعب باسم نفسها عادي. ريال مدريد بيشارك باسم ريال مدريد. بالنسبه لاحمد الجفالي، في بعض من جمهور الزمالك عنده معلومه مغلوطه ان احمد الجفالي لسه مصاب. المعلومه الصحيحه ان احمد الجفالي سليم، وهنا انا مش بدافع عن الدكتور، احمد الجفالي سليم مليون في الميه. ولكن احمد الجفالي مش عاوز يلعب الا في الموسم الجديد. اه والله العظيم هتصدق المعلومه دي، احمد الجفالي سليم مليون في الميه.
الموضوع مش شد عضل ولا حاجه، راجل تقريبا عنده اصابه نفسيه، راجل خايف يلعب، قال لك انا مش لاعب الا في الموسم الجديد. طب يا ابني خد شويه في ماتش فاركو عشان نجهزك لماتش الكاس، ما فيش حد يلعب، شيكابالا مش هيقدر يلعب الماتش كامل، هتلاعب فرقه تقيله زي بيراميدز. تمام. ولكن احمد الجفالي معلومه اكيده مليون في الميه، الراجل سليم مليون في الميه، احمد الجفالي سليم مليون في الميه، اللاعب مش عاوز يلعب الا في الموسم الجديد. وكمان يعني صحفي تونسي اكد المعلومه دي، يعني صحفي تونسي من خارج مصر هو اللي اكد المعلومه دي كمان. ماشي، احنا معانا المعلومه من بدري. يعني النهارده احمد الجفالي سليم واللاعب رافض يلعب، وبنسبه كبيره جدا احمد الجفالي هيطلع اعاره، لان الراجل تقريبا شخصيته ضعيفه. ما تعرفش فيه ايه المشكله اللي عند الجفالي ان هو رافض يلعب، انا ما اعرفش ايه المشكله، هل مشكله مستحقات مثلا ما خدش فلوسه، هل الراجل خايف يلعب لا يتصاب تاني فجمهور الزمالك يزوم عليه، هل الراجل اصلا عنده اصابه مزمنه، هل فاحنا مش عارفين نجاوب على كل الاسئله دي الا لما نشوف الجفالي نفسه بينزل يلعب في الملعب. انما الجفالي ما اعرفش ايه المشكله بتاعته ان هو حتى الان الراجل سليم من الماتش اللي فات ورفض يلعب ماتش بتروجيت، وكمان يقال ان هم عاوزين يدخلوه شويه في ماتش فاركو، ما اعرفش هيخش ولا لا، لانه برضه خايف يلعب. طب احمد حمدي راجل عنده صليبي ولسه راجع من صليبي، انما انت اصابه عضليه فانت خايف تلعب ليه؟ ما اعرفش ايه المشكله اللي عند الجفالي، والجفالي يقال ان هو مش عاوز يلعب الا في الموسم الجديد. فانا اتمنى من الزمالك قبل ما نخش الموسم الجديد ونتدبس في الجفالي، حاولوا تشوفوا له عرض اعاره لاحد الانديه نشوفه ونتفرج عليه، لو تالق وكسر الدنيا هنرجعه تاني مفيش مشكله. الراجل ما تالقش، حاولوا بقى تشوفوا له عرض تسوقوه، عشان احنا كده جبنا صفقه طلعت فاسده فاحنا لازم نتخلص منها. ونشوف حد تاني يشيل شويه مع الزمالك، لان الزمالك على المستوى الهجومي سيء جدا. ما تخليش فوز بتروجيت يوهمك ان انت عندك فرقه، ده فوز يعني اللي هو عادي كسبت بتروجيت، وبتروجيت يعني وبتلعب اصلا بدون نفس، وبتروجيت نفسها ما عندهاش حوافز يعني ولا دوافع ان هي تلعب قدامك، فبتلعب ماتش يعتبر هو ماتش رسمي بصيغه الماتش الودي، ماتش ملوش اي لازمه. فنتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك خلال الفتره اللي جايه باذن الله. كمان نروح لحته المدير التعاقدات ومدير الرياضي. بالنسبه للمدير الرياضي معلومه لجمهور الزمالك، المدير الرياضي الاجنبي اللي كان جاي اللي هو توني بليتش تم تأجيله شوية، لأن الراجل عاوز 12 مساعد أو 10 مساعدين، وهو عاوز راتب 12,000 دولار في الشهر. فلما الزمالك حسب الحسبة لقى نفسه هيدفع رواتب حوالي 90,000 دولار، وده رقم كبير جدا بالنسبة لنادي الزمالك في الوقت الحالي. فالزمالك أجل حتة المدير الرياضي الأجنبي شوية لحد ما يخش لنا فلوس ولحد ما نظبط البيت من جوه. وكمان يمكن يقال إن في مدير رياضي ممكن يكون مصري. أما بالنسبة لمدير التعاقدات اللي الزمالك هيتعاقد معاه خلال الأسبوع الحالي بإذن الله، عشان هو اللي هيبتدي بقى يخش يخلص صفقات الزمالك، المرشحين حتى الان او الناس اللي ظهر اسماء حتى الان جون ادوارد اللي هو المدير الرياضي لنادي فاركو، واللي كاهم كمان في بناء بيراميدز. يعني الراجل ده كان موجود مع المستشار تركي آل الشيخ لما جه يعمل فرقه بيراميدز، وهو اللي جمع لهم فرقه بيراميدز دي في 20 يوم، اللي هو جون ادوارد اللي هو حاليا مدير رياضي لنادي فاركو. كمان مرشح بقوه يعني مدير التعاقدات في الزمالك حسام الزناتي اللي هو كان رئيس لجنه المسابقات السابق، وكمان الراجل ده يقال ان هو بيعمل في الجونه تقريبا برضه مدير رياضي حاجه زي كده. وفي ناس تانية مرشحه لسه ما اتقالش اساميهم، دي الاسماء اللي اتقالت حتى الان. جون ادوارد اللي هو بتاع فاركو وحسام الزناتي، واحد منهم ممكن يكون يعني مديرا تعاقديا للزمالك خلال الفتره اللي جايه، ممكن يكون اسم ثالث الله اعلم، ولكن دول الاسمين اللي مبروزين او اللي موجودين في الصوره حتى الان بالنسبه لمنصب مدير التعاقدات. مدير التعاقدات هو اللي هيكون مسؤول ان هو يسافر يخلص الصفقات، فاتمنى ان الزمالك يخلص الملف ده ويعين مدير تعاقدات، عشان هو اللي هيحسم الصفقات، هو اللي هيخلص الصفقات، هو اللي هيروح يتفاوض وهيخلص كل حاجه. فنتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق. بالمناسبه هتسمع هجوم جدا على اي حد هيمسك مدير تعاقدات في الزمالك اهو، قبل ما يمسك لسه هتسمع هجوم شديد جدا من بعض اللجان المأجورة اللي تبع أحد أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، مجرد بس ما يتم الإعلان عن مدير التعاقدات ده. ليه؟ لأن السبوبة راحت، الحتة اللي كانوا بيسمسروا منها راحت. لما تجيب مدير تعاقدات يبقى راجل محترف هو اللي يمسك ملف التعاقدات، فما فيش وكلاء لاعبين تابعين لبعض الناس هتخش في الصفقات، زي مثلا حازم فتوح. حازم فتوح بيعمل مشكلة هو أيمن الرمادي، أو بيضغط بأيمن الرمادي إن هو ما يلعبش ماتش الكاس عشان إن إحنا ما نمشيش الجزيري، لان هو وكيل الجزيري. بيعمل حاجه حلوه جدا كمان ان هو عاوز يمضي عقد سنه مع الزمالك لايمن الرمادي. ففي حاجات كده تحس ان احنا بنبتز، يعني احنا بنبتز غصب عننا، اللي احنا لازم نقعد الجزيره عشان ما يشتكيناش، اللي احنا لازم نعمل عقد للرمادي لمده سنه عشان مثلا يكمل. ما فيش حاجه اسمها كده، احنا متفقين من اول على شهر، لما الشهر يخلص والراجل ياخد الكاس نبقى ساعتها نفكر والله يكمل ولا ما يكملش. انما شغل الابتزاز ده ما ينفعش مع نادي كبير زي نادي الزمالك. تمام. فنتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك خلال الفترة اللي جاية بإذن الله. أما بالنسبة لملف الصفقات حتى الآن، الزمالك في ملف الصفقات حتى الآن على المستوى المحلي الزمالك
مخلص مع مدافع، الزمالك مخلص مع باك يمين ويقال ان تم التراجع عنه او تم تأجيله شوية. الزمالك يتعاقد مع لاعب 6 اجنبي تحت السن، ولاعب 6 تاني هيجي يكون مع محمد شحاتة. يقال مثلا عندك غنام محمد ده مخلص، في لاعيبة تانية مصريين زي مهند لاشين الزمالك بيتكلم معاه، لسه مش عارف بيراميدز هيسيبه للزمالك ولا لا. في ملف مهم جدا هو ملف الجناح الشمال، الجناح الشمالي الاجنبي. مين الابرز حتى الان؟ يعني كان الابرز او اللي في الصوره فريد الملالي اللاعب الجزائري اللي هو كان بيلعب في نادي انجي الفرنسي. في عندك عادل بلبينا، في عندك اللي هو يسري بوزاق اللاعب الرائد السعودي. ايه يعني ايه الاقرب حتى الان؟ عادل بلبينا بعد جدا، لان عادل بلبينا مجرد اسم الزمالك، دخل فيه دلوقتي نادي قطري، نادي الدحيل تقريبا اللي بيلعب فيه حمدي فتحي، دخل فيه نادي من السعوديه. فعادل بلبينا خلاص طار من الزمالك، لان احنا بنضيع وقت كتير جدا في مرحله التفاوض، عمالين نتكلم بالتليفون وقالوا ان احنا هنبعت وفد يخلص اللاعب، ما فيش وفد سافر، رغم ان هم اللي قالوا ان احنا هنبعت وفد زملكاوي وعمر الجناني هيطير بنفسه يخلص، مش حد خلص. فالنهارده عادل بينا بعيد جدا عن نادي الزمالك في الوقت الحالي، ممكن يبقى قريب ممكن، ولكن هو بعيد جدا، لان الراجل لما يدخل في الخليج فمش هتقدر انت يعني مستحيل ان انت تنافس يعني الناس معاها فلوس كتيره جدا، والعرض اللي هيوصل لنادي برضه هو هيوصل ويتخطى ال 3 مليون دولار، لانه هيلعب في الدوري القطري. فعادل بوبينا بعيد جدا عن الزمالك في الوقت الحالي. كمان فريد الملالي الزمالك كان مخلص معاه كل حاجه وكان متفق معاه على المقابل المادي وكل حاجه كانت خلصانه، ولكن الزمالك اجل الصفقه شويه. دلوقتي الصفقه مهدده ليه؟ لان الفريد الملالي عنده عروض من الخليج وجاله عروض من السعوديه بارقام توصل ل 2 مليون دولار. تمام. فبنسبه كبيره جدا، بنسبه كبيره جدا لو الزمالك ما تمش تعاقده مع فريد الملالي خلال وقت قريب جدا، فانا بقول لك اعتبر فريد الملالي كمان هو طار، لان كده الموضوع صعب جدا. اما بالنسبه لصفقه يسري بوزاق هو الاقرب حتى الان. الزمالك كان بيتفاوض مع نادي الرائد عشان يشتري باقي عقده وكان مخلص كل حاجه مع اللاعب، ولكن حتى الان اقرب صفقه او اقرب لاعب لصفقه الجناح هو يسري بوزاق. ممكن يظهر اسم تاني، ممكن يظهر اسم تاني خلال الساعات اللي جايه، في اكتر من لاعب الزمالك رجع يدور ويتكلم معاهم. حاجه محترمه يعني. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك. الزمالك بالمناسبه مش عاوز يجيب لاعيبه نجوم كبيره اجانب ويجي رواتب كبيره جدا ما يقدرش يدفعها. الزمالك يراجع نفسه في قطه الاجانب، عشان الزمالك عاوز يجيب اجانب صغيرين يكون عندهم مستقبل يقدر يكسب فيهم، يقدر ان هو يوفر رواتبهم، تكون رواتبهم في الحنينه 200,000 كده زي كليمنت مزيزي اللي انا هتكلم عنه بعد شويه. فالنهارده نتمنى ان شاء الله بس كل التوفيق للزمالك، لان الزمالك في مرحله صعبه جدا وهي مرحله بناء الفرقه، وانت محتاج صفقات. فالزمالك ان شاء الله مع الاجانب هيبتدي ان هو يعمل 5 6 صفقات كمان محليين من الدوري المصري. نتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق، وان شاء الله اللاعيبه اللي تيجي تكون لاعيبه تليق بجمهور نادي الزمالك. بالنسبه خلاص لصفقه كليمنت مزيزي، الزمالك يتمم اتفاقه مع كليمنت مزيزي لاعب يانج افريكانز، نادي يانج افريكانز. الزمالك كان بعت عرض رسمي وده باعتراف اللي هو المدير الرياضي للنادي، وطلع مع احد الاعلاميين المصريين. الزمالك بعت عرض حوالي 700,000 دولار بالاضافه الى 200,000 دولار بونص، يعني يوصل لمليون دولار بالبونص. النادي بعت موافقه لنادي الزمالك على موافقته ان هو يبيع اللاعب، في تفاوض على بعض الحاجات البسيطه، نسبه اعاده البيع في خلاف عليها. النادي يانج افريكانز عاوز يحط 25%، الزمالك عاوز يحط 15%. يقال ان الزمالك وافق على 20%، والزمالك بيضع الرتوش الاخيره في الصفقه. فاعتبر كليمنت نزيزي مهاجم نادي يانج افريكانز هو صفقة الزمالك أو الصفقة الأولى في الأجانب بالنسبة لنادي الزمالك. كليمنت مزيزي لاعب مميز جدا، لاعب لسه 21 سنة، كان في نفس الفرقة اللي كان طالع منها مايلي برضه كان جاي من يانج أفريكانز. كليمنت مزيزي راجل مسجل 4 أهداف في دوري الأبطال، راجل مسجل 13 هدف في الدوري التنزاني، راجل دولي وهو لسه 21 سنة، راجل جسمه كويس جدا مش قصير، جسمه يعتبر كويس جدا، راجل مراوغ، راجل سريع، راجل عنده بيقدر يسجل، بيقدر يحط، بيقدر يلعب براسه. فنتمنى له ان شاء الله كل التوفيق، وده اللي الزمالك استقر عليه حتى الان. مهند علي بعد جدا لانه قال ان هو عنده عرض من السعوديه فخلاص. اما بالنسبه لفريد تراوري فبرضه ده بعيد جدا لانه مطلوب فيه رقم كبير جدا. خلاص الزمالك يعني استقر على اللي هو كليمنت مزيزي وبيخلص كل حاجه مع نادي يانج افريكانز، والزمالك خلال ساعات ممكن خلال الاسبوع الحالي هيكون اعلن اتفاقه رسميا عن ضم كليمنت مزيزي. ولكن اللي مأجل كل القصه زي ما قلت لك ان هم عندهم نهائي الكاس في شهر 6 تقريبا، 4 6 5 6 حاجه زي كده، فبعدها هيتم الاعلان عن الصفقه. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك. ده بالنسبه لصفقه المهاجم. الزمالك مش هيكتفي بكليمنت مزيزي في الهجوم، يقال ان الزمالك هيتعاقد مع محمود ممدوح اللي هو مهاجم حرس الحدود اللي بيلعب جناح. يقال ان الزمالك كمان عاوز عمرو ناصر بتاع فاركو. محمد شريف موجود في الصوره بقوه حتى الان،
يقال ان هو مستني ما اعرفش يتمم او يتفق على ان ازاي الزمالك هيدفع له فلوسه، لان اللي هيدفع فلوسه ممدوح عباس. فانا اتمنى في النهايه ان شاء الله كل التوفيق للزمالك، والزمالك ان شاء الله بعد يوم 5/6 هيبتدي يعلن عن صفقاته. الزمالك بعد يوم 5/6 اللي هو نهائي الكاس تاني يوم او ثالث يوم الزمالك هيبتدي يعلن عن صفقات الموسم الجديد. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك في ملف الصفقات، لان احنا يعني جبنا في يناير صفقتين زي محمود جهاد وزي الجفالي ما استفدناش منهم حتى الان. محمود جهاد كان مقدم اول ما بدأ مع الزمالك كان حاجه بسم الله ما شاء الله محترمه جدا في نص الملعب. الجفالي اللي ما شفناه شويه كان كويس، وبعد كده اتصاب وتحس ان هو خد طلقه في الحرب لسه ما رجعش حتى الان، ورافض يلعب رغم ان هو جاهز. مش المشكله مش في الدكتور، المشكله نفسيه تقريبا عند اللعيبه، ما اعرفش ايه اللي داخل نادي الزمالك. فالزمالك عنده مشاكل كتيره جدا. ايمن رمادي مش مصدق في حاجات مش مصدقها في نادي الزمالك مش هنقدر نتكلم عنها دلوقتي، ولكن نتمنى في النهايه ربنا يوفق الزمالك في الفتره اللي جايه، لانها فتره صعبه جدا. محتاج تبني فرقه، محتاج ان انت تنافس فريقين بقوا عندهم قوه ماليه كبيره جدا ومرعبه. فرقه الاهلي عامل مستر ليج جاب كل النجوم حاططهم في فرقه واحده. بيراميدز عنده فرقه محترمه جدا وبقى عندها شخصيه وبتوصل نهائي دوري الابطال وبتلعب قدام صن داونز، بتتعادل مع صن داونز خارج ارضها، فده هيدي افضليه لبيراميدز كمان في الموسم الجديد في الدوري. فبيراميدز بدا يكتسب خبرات عشان تعرف ان انت مجرد لما يكون معاك فلوس هتقدر تعمل فرقه محترمه وهتقدر تكسب بطولات. الفلوس هي كل حاجه، مش حاجه مش اي اصل قال لك الزمالك ما بيقفش على حد، ما فيش حاجه اسمها كده. مش اي لاعب هيلبس التيشيرت الزمالك هنكسب بيه. الزمالك محتاج لعيبه بكواليتي عالي، وده اللي احنا قلناه. الزمالك محتاج لعيبه بكواليتي عالي. وفي النهايه نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جايه. سلام.